السلام عليكم. ديربي العاصمة وفيه البارح بتعادل إيجابي 2-2 تعادل خلى الإفريقي في المرتبة الثانية، والترجي الرياضي التونسي في المرتبة الخامسة وتنقصوا نقطة. ديربي أوفى بوعوده بالنسبة للمتفرج المحايد، أوفى بوعوده. ديربي الإصابات العضلية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ديربي الأجانب، ديربي أكد قيمة المحترف الأجنبي، أو في نفس الوقت ديربي بين ضعف تكوين اللاعب التونسي بالنسبة، سواء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أو بالنسبة للنادي الإفريقي. وديربي بين محدودية إمكانيات اللاعب التونسي، لأنه بصراحة شفنا البارح ترجي الرياضي التونسي ما قبل البلايلي توغاي وما بعد البلايلي توغاي. 2-2 سيناريو متاع كورة مجنون. قلنا كان متفرج محايد يعمل برشا جو البارح على الكورة. واحد بلاش للافريقي، بعد ترجع ترجي 2-1، بعد الافريقي تسجل دقيقة 82. معناها كروا فر في الماتش. برشا من جماهير الترجي الرياضي متغشين وانا اولهم، خاطر ضيعنا فرصه انه باش نقدموا في الطابلو، ضيعنا فرصه باش نعطلوا النادي الافريقي، ضيعنا فرصه انه كان ربحنا البارح نوليو 22 نقطه، وزيدنا كان سهل ربي نربحوا قفصه نوليو 25 نقطه، نوليو فارق نقطه على المتصدر الاتحاد المنستيري، ونطلعوا المرتبه الثانيه، والافريقي يتدحرج المرتبه الخامسه، والحكايه هذيك الكل ما سهلش ربي. تعادل ايجابي. اونتر بارونتيز، ما نحبش ديما نحكي على جماهير الفرق الاخرى ولا الفرق الاخرى بصفه عامه، ولا نعطي راي في الملاعبيه ولا المردود في الفرق الاخرين. حاجتين البارح شفتهم. تصريح المدرب النادي الافريقي تصريح محترم جدا، يبين انه هو انسان على الاقل ما يشغل يفهم كوره، ولا ما شنو، يفهم في اصول الكوره. داكوردو عطاه حق الترجي، ما عملش التصريحات اللي هي الركيكه نتاع المدربين اللي تعودنا عليهم. نفس الشيء بالنسبه للمدرب الترجي الرياضي التونسي، زوز حكاو كوره بعد المباراه. حاجه اخرى، مانيش نحكي برشا على جمهور النادي الافريقي، امورهم هما، هذه حاجه ما تخصنيش، لكن حكيتها في الفيديو اللي فات، انه كي باش تطلع، كي تحب تكون بطل او تلبس ثوب البطل، لازمك تخزر قدام، ولازم كي تبدا انت الاول ديما تبقى عينك على الطليعه، وكي تطيح الثاني تبقى ديما عينك على الطليعه. دونك التعادل نتاع البارح له مستفيد منه الترجي، وله مستفيد منه النادي الافريقي. داكوردو نورمالمون هو البارح حتى حد ما يروح فرحان، راهو اكبر مستفيد في الماتش نتاع البارح، الريزولتا نتاع البارح 2-2، هو النادي المونستيري. والبقلاوه زاده مستفيده، كان تعمل ماتش باهي في صفاقس وتربح الماتش نتاعها، البقلاوه تولي الاولى، البقلاوه تعمل نول تولي في المرتبه الثانيه مع النادي الافريقي. دونك المصلحه الاثنين اثنين نتاع البارح لا خدمه لا الترجي ولا الافريقي اي صحيح. الترجي تضر اكثر من 2-2 بحكم انه المباراة السما عنده هو على ارضه قدام جمهوره، بحكم انه الترجي انه هو ترتيبه الخامس، بحكم انه الترجي البارح ما نقولش كان اقرب للفوز، لكن نحي الاصابات كنا نتصور كنا نشوفوا ماتش واحد اخر وريزولتا واحد اخر وسكور واحد اخر وللترجي الرياضي التونسي اونيتمون. لكن للاسف شفنا الترجي لعب لدقيقة 72، اول ما خرج البلايلي وتوغاي بدرجة اقل ترجي وقفت. فما من 72 لل 90 18 دقيقة وخمسة ضايعين 23 دقيقة، قول 25 دقيقة البارح الترجي غير موجود، وفي ال 25 دقيقة هذه النادي الافريقي سجل هدف التعادل. به الكورة ما تحبش برشا فلسفة وبرشا كلام وكل شيء. الترتيب المستير الأولانية والثالث والبقلاوة في المرتبة الرابعة، والبقلاوة كانت تربح تطلع زاد هي في المرتبة الأولى، البقلاوة تتعادل تمشي في المرتبة الثانية. هذوما الزوز المستير والبقلاوة عندهم أقوى خط دفاع. داكوردو شكون في المرتبة الثانية؟ نادي الافريقي اللي عندها اقوى خط هجوم. دونك الكرة ما لازمهاش ما تسحقش برشا تفلسيف. صاحب اقوى خط دفاع او زوز فرق اقوى خط دفاع، الاثنين في الطليعه. صاحب اقوى خط هجوم في المرتبه الثانيه اللي هو النادي الافريقي. دونك
الترجي الرياضي التونسي وينه في الحكاية هذه الكل؟ الترجي البارح صدمة كبيرة لجماهيره من مستوى اللاعبين المحليين أو اللاعبين المعوضين. صحيح احنا في بالنا راهو بوقرة مستحيل باش يكون كيف البليلي، لكن بوقرة ماهوش باش يكون في ما توقعش الجمهور انه بوقرة باش يكون في المستوى هذاك. زكريا العايب احنا نعرفوا اللي ماهوش يكون في مستوى كوناتي ولا في وسط الميدان مش يكون عنده فاعلية اقوى من اولو ولا كوناتي ولا حتى اوغبيلو كان هبط. فهمني ما كناش نتصوروا انه العايب مش يعطي المستوى ذاك. حتى محمد امين بن حميده اللي الناس ديما متغش فيها متغشه وتنقد فيه، محمد امين بن حميده بالنسبه لي انا البارح عمل طرحه سواء كارير جوش سواء كدخل في اللاكس وهبط بن محمد. بصراحه شابو يعطيه الصحه بن حميده. به فما في الفيديو اللي فات فما برشا عباد حكيوا على الترجي وجاهزيه الترجي وما نعرفش شنو. به الترجي الرياضي التونسي كيف ما شفنا يتلخص في اللاعبين الاجانب. سهله الحكايه على الاخر. اصابه رودريغيز نجم نقولوا كانت في الصلاح خاطر رودريغيز ما عملش ان بون ديبار الماتش. رودريغيز تقريبا 10 دقائق لعب مضيع زوز انفرادات، لواحده توزيع بالراس والثانيه انفراد واحده وزوز تقريبا من البلايلي اسيست من البلايلي. رودريغيز البارح ما كانش في نهار، وبالعكس كي هبط كي خرج نتمنوا له الشفاء العاجل. كي خرج هبط ساس ينساس هو اللي حرك اللعب الكل وسجل الهدف. به هدف جاء بكري برشا، 8 دقائق لعب ركنيه فوت دو ماركاج، خطأ بدائي جدا. هو بيدو نفس الخطأ البدائي يتعاود في دقيقة 82 ويسجل عن طريقه اللاعب عبيد للنادي الافريقي. والهدف الاول عن طريق علي يوسف المصراتي. زوز اهداف تاع النادي الافريقي. راه مانيش نقلل من قيمة النادي الافريقي ولا من اللاعب وكل شيء ولا الاستحقاق نتاعو ولا هو، ولو انه ماهوش استحقاق هو التعادل، لكن على ظروف المباراة بالنسبة لهم هما يتسمى استحقاق. رام زوز دو فوت دو ماركاج حاجة معناها توجع برشا وتقلق برشا. مش فريق في حجم الترجي الرياضي التونسي زوز بالاريتي يتمركاو علينا بالطريقه هذيك، خاطر الافريقي ابار هذو ما عملت حتى شيء ماتش كامل، براتيكمون ما عملت حتى شيء ماتش كامل. دونك حرام انه في مستوى هذايا تلعب في تشامبيونز ليغ افريقيا، تحضر في روحك ماشي الكوب دي موند، تاكل زوز بونتو بالطريقه ذوكم. زيد فما التغييرات زادة اللي هي بعثرة اوراق المدرب. زادة واحد راهو يحكي اللي ليه ولا عليه، راهو نجم نقولوا كان ما جاتش الاصابات العضليه هذه ولا التغييرات الفجئيه كنا نجموا نحكيو في حاجه اخرى. اما انت راك دقيقه 13 تطلع البوته نتاعك يخرج رودريغيز هبطنا كانوا ساسي دقيقه 37 بعدها تقريبا ب 25 دقيقه ولا ب 24 دقيقه يخرج معشة اللي هو ما عملش ماتش كبير، اما معشة خير من عبد الله. عبد الله تقريبا دخل دقيقه 37 لدقيقه 97 تقريبا 60 دقيقه ساعه كامله لعبد الله. ما ماريتوش، انا ماريتوش عمل حاجه صراحه. ممكن كل واحد ونظرته في الملاعبيه ولا في الكوره ولا في الملعب. انا العبد اللي ما حسيتوش كابات في بلاصه معشه ولا حسيته كي خرج من التيران. دونك هذوما زوز تغييرات اضطراريه. بعثروا اوراق المدرب، مانيش نقالوا في اعذار، اما اكيد باش يبعثروا اوراق المدرب. به زيدوا من دقيقه 72 البلايلي يخرج كيف يصاب عضليه. توغاي نفس الشيء، كي خرج البلايلي وتوغاي دقيقه 72 بعد الترجي الرياضي التونسي وقف. اونيتمون ما عادش نكوروا جمله، ما شديناش كوره ولا شفنا كوره، اللعبه ولات كلها ولات عند النادي الافريقي. خروج العايب دقيقه 72 هذه الحاجه اللوم عليها المدرب. 72 كامله 72 دقيقه كامله تستنى باش تخرج العايب اللي هو باين من اول ربع ساعه ولا حتى من 10 دقائق اللي هو ماهوش الفورمه نتاعو ولا هو اصلا ما فماش فورمه ولا المهم ماهوش قاعد يكور في التيران. ما استناش لدقيقه 72 وما تستناش حتى نهايه الشوط الاول. انت ديجا دخلت في نسق التغييرات الافتراضيه دقيقه 13 دقيقه 37 كنت يا خويا عملت الشونجمون نتاعك ودخلت كوناتي من اول الماتش. تخرج حتى اجنبي واحد اخر ما نعرفش ما المهم العايب ما يبقاش دقيقه 72. خسرنا 72 دقيقه كاملين. وداير كي خرج العايب ديجا وقتها وقفت اسبيرونس خرج العايب مع البلايلي ما اي شونجمون باش تعملوا ما عنده حتى قيمه. داكوردو. دونك الحاجه الوحيده انه هي بن محمد كي دخل عمل اللي عليه.
بن حميدة زاد كي دخل اللاك زاد عمل اللي عليه، ما فماش غلاطة كبيرة قام بها بن حميدة في اللاكس بتاع الترجي الرياضي التونسي. نقطة استفهام كبيرة على أمان الله مميش. كل واحد نعطيه حقه وقت يعمل ماتش كبير نحكيو عليه، وقت يعمل بيرفورمانس خايبة نحكيو عليه. أمان الله مميش البارح نقطة استفهام كبيرة. قلنا مميش بعد ماتش جوليبا رجع للسكة، لكن امبارح مميش رجع ما قبل ماتش جوليبا. دونك نتصور الماتش الجاي فما تغييرات في التشكيلة الأساسية، فما اللي هما الاضطراري بسبب الإصابات، وفما اللي هو اختيارات مدرب. نستناو من المدرب ردة فعل على مستوى الملاعبية هذيا. بالنسبة للإصابات العضلية نحب نحكي حاجة مهمة برشا. ربي يوفق صبري البوعزيزي ويجيبوا في الصواب في التجربة متاعو في الفريق متاعو الجديد. لكن إصابات العضلية ذي الكل الله يهدي وكهو به. المستفيد من الدربي فما الافريقي مستفيد بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، لكن اجمالا المستفيد كما حكيت الاتحاد المنستيري والملعب التونسي. توا عندنا بارتي البقلاو بارتي قوافل قفصه، سامحوني، في قفصه لازم نربحوها. ما فما حتى شيء. تحب تكمل في باركور الشامبيونات، تحب تدارك عثره الدربي هذه، لازمك تربح قفصه داكوردو. عندك مازال عندك، سامحوني حتى الفيديو اللي فات غلطت في المعلومه، مازال عندك صفاقس في صفاقس، ومازال عندك المستير. تحب تطلع يا خويا في ثوب البطل، تربح 3 ماتشات الجايين ما فيها حتى نقاش. صفاقس تو في اتعس حالات، وديجا اليوم نتصور تمت اقاله المدرب نتاعها. المستير تكور مليح، من اقوى الفرق تو في البطوله التونسيه. المستير عندك والبقلاوه. المستير يا خويا تحب البطوله وما ما تخسرش في المستير داكوردو. تستنى عثرة بالنسبة للجرجيس، خاطر جرجيس مازالت في التابلو قدامنا. تستنى عثرة النادي الافريقي قدام النجم الساحلي. اونتر بارونتيز النجم الرياضي الساحلي راهو راجع بالقوي، عامل 5 انتصارات متالية. فراس شوات ما تحكي لي حتى حكايه تقول لي ماركه كونتر شكون ولا قيمه الفرق وكل شيء. تو فراس شوات هو هداف البطوله التونسيه، والإتوال عملت 5 انتصارات متاليه. دونك الإتوال قاعده تقدم في الترتيب نتاعها. الإتوال تو عندها نفس عدد النقاط هي والترجي الرياضي التونسي، 20 نقطه 20 نقطه. بون الترجي تنقصنا مباراه، لكن الإتوال وين كانت وين صبحت. تو ولات في المرتبه السادسه ب 20 نقطه. الفيديو اللي فات فما انا وقت قدمت تحيه للاتحاد المنستيري والملعب التونسي، فما شكون من جرجيس تغشش، فما شكون من باجة تغشش. انا راني قدمت تحيه، نقدم تحيه عادي البعض، غدوه نقدم حتى الفرق الرابطه الثانيه، وندخل نسمي في فرق الرابطه الثالثه وقسم الهواة. انا راني قدمت تحيه علاش للبقلاوي والمستير، خاطر عنا المستير هي متصدره البطوله بعد 10 جولات. البقلاوة نفس الشيء، تنجم تتصدر البطولة. البقلاوة تنجم تربح في صفاقس حاجة مش صعيبة برشا. البقلاوة تنجم تولي هي الأولى والمستير الثاني. هذاك علاش نحكي أنا في ستابيليتي والكونتينويتي متاع الخدمة متاعهم واللي ريزولتا متاعهم. ما فما حتى شيء، ما هوش استنقاص من جرجيس ولا باجة. لكن بعيدا على الرياضة، انا قلتها قبل وديما نعاود نقولها، راهم باجة وجرجيس الديبار اللي عملوه في اول العام راهو ضمنوا بيه عدم النزول في اخر الموسم. يفهمها اللي يفهمها ويتقبلها يتقبلها ويتغش اللي يتغش، وكل واحد حر في وجهة نظر نتاعو. لكن انا بخبرتي في كرة القدم واللي نعرفه اللي قاعد يصير، وباجة ديجا ريتوها تو قداش باجة توا. باجة تقريبا في اخر 5 ماتشات على 15 نقطة جابت نقطة واحدة برك، وبدلت وكل ربع ساعه تبدل لونترينور. وهذا حاجه لوجيك على الاخر. فريق كيما باجا ماهوش شاقه ستابيليتي نتاعو داكور. دونك باجا ديبار اللي عملته جوست باش ما تيحش في اخر العام، وكا ضمننا لها انه ما تيحش في اخر العام. جرجيس نفس الحكايه. جرجيس بون مازالت شاده روحها شويه، لكن ما نتصورش جرجيس تكمل من الاربعه الاولى السنه في البطوله نتاع تونس. اونيتمون مش كرها لجرجيس ولا باجا ولا هذاك الكوره والهستوريك في الكوره في تونس شنو تقول، خاصة باجة لي بوانات تو اللي تكمل بهم لي فازا لي نتاعها توا في الروتور. هذوكم لي بوانات اونيتمون معروف هذه في تونس الكل باش تساوم بهم البقاء نتاعها، والبوانات هذوكم تساوم بهم الفرق اللي تلعب على التيوح باش دبر بهم فلوس. معروفة الحكاية دي، ما غير ما ندخلوا في برشا تعقيدات وبرشا تفاصيل. باجة وجرجيز الديبار اللي عملوه يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم،
ضمنوا به عدم النزول في نهاية الموسم فقط لا غير. أما باش تقول لي باجا السنة تنجم تهز البطولة، ما تنجمش تهز البطولة يا باجا. والأيام بينما، وأني قلت قبل ما يصيروا هذوما النقطة من 5 ماتشوات. جرجيس نفس الحكاية، هاني نحكي فيها وجرجيس توا في المرتبة الثالثة يا سيدي. جرجيس مازال في المرتبة الثالثة ب 24 نقطة، بعيدة نقطتين على المتصدر. جرجيس ماهيش باش تكمل الرابعة السنة حتى من الأربعة الأول. معروف هذه الكل، واللي يفهم كورة حتى يحب جرجيس راهو عادي، ما هيش عيب ولا كل شيء. راهو فما إمكانيات وفما برشا حاجات، وفما سوفل وفما رواري وفما نفس في البطولة متاع الفوتبول. عموما نرجو نحكيو نسكروا القوسين هذوما، نرجو نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. مباراة قفصة لازم هي مباراة حياة وموت، مباراة قفصة حياة وموت. تربح بارتي قفصة ترجع فيك الروح. مباراة قفصة لا قدر الله حتى تعادل باش تبعدنا على سباق البطولة.